بس يا بابا سيب اختك في حالها، ما تعملش كده، سيب دي. هل دي حدود؟ مش حدود للاسف. تعريف الحدود هو حد انا حطاه لطفلي ومش مطلوب منه ان هو يعمل اي حاجه، انا اللي مسؤوله عن الحد دوت. لما اقول للطفل سيب اللي في ايدك، ده مش حدود، ده طلب او امر. لما اقول للطفل ما تعملش كده تاني، انا بطلب منه ان هو ما يعملش كده تاني. لما بنعمل ريكوست او بنطلب طلب، احنا بندي الباور في ايد الطفل، والطفل من حقه ان هو يقول اه او لا. الحدود مفيش اوبشن ان انت تقول لا. الحدود لما بنحطها احنا بنحط الباور في ايدينا احنا. مثال للحدود هو ان انا اقول للطفل انا مش هسمح لك انك تعمل 1 2 3، انا مش هسمح لك انك تتفرج على التلفزيون النهارده. كده مفيش اوبشن. الطفل ما عندوش اوبشن ان هو ياخد الريموت ويفتح التلفزيون، هو عارف ان الحدود بتاعته اتحطت، وانا اللي مش هسمح لك انك تعمل الموضوع دوت، وانت مالكش اختيار غير ان انت تعمل الموضوع ده. طبعا وضع الحدود لوحده هو جزء صغير جدا من معادله كبيره قوي عشان خاطر الطفل يبقى عنده الاستعداد ان هو يتعاون معاك اصلا، ولكنه خطوه مهمه عشان خاطر الطفل يعرف اخره فين.